فيني قدر ينجى من الموت وكل شي ظن أن الكابوس سالة، ولكن هاد الشي كان غير البداية ديال الرعب. والتليفون الكحل رجع كيصوني من جديد. وقبل ما نبدا دير لايك واشتراك في القناة وخليك معايا باش تعرف شنو غادي يوقع. وكنمشيو للجزء الثاني كيرجعونا لعام 1957 قبل احداث الجزء الاول. كنكونوا في واحد المنتجع جبلي في كولورادو، وكاينه بنت صغيره سميتها هوب عايشه في واحد المخيم وسط الجبال. وهوب هي ام فيني وكوين. المهم ان هوب حاليا كدير مكالمه وكتقول لي كيهضر معاها انها كاينه في منتجع في جبال سميتو الباليك، وانها شافت حلم وشافت هاد النمره وصونات ليها. وكتسول اللي كتهضر معاها انت شكون بالضبط، ولكن ما كيجاوبها حتى واحد. ومن هنا كيبان لينا باللي هاد التليفون ماشي عادي، وباللي هاد التليفون سحري وغامض بحال التليفون اللي شفناه في الجزء الاول واللي كان في القبو ديال الخاطف. ولكن هوب مع من كتهضر حاليا؟ باش نعرفوا هاد الشيء غنمشيو لنورت دينفر عام 1982 من بعد الاحداث اللي وقعت في الجزء الاول ب3 سنين. كنشوفوا كوين وخوها فيني في الثانويه. فيني كيبان تبدل وكبر ولا عنيف بزاف، وكيشد واحد التلميذ جديد وكيبدا يضرب فيه بعنف. بقى كيضربو حتى كان غادي يقتلوه. كوين كتدخل وكتوقفو، فكيخليه وكيمشي معاها. كتسولو كوين علاش كان كيضرب طالب جديد، وقال لها ان هاد الطالب بقى كيستهزئ به وكيقول له انه ضعيف ومستحيل يكون قتل الخاطف بحال اللي كيقولوا له الناس. وهذا الشيء علاش اضطر يضربو. وكوين كتنسى الموضوع وكيكملوا طريقهم من المدرسه. وفي الطريق كيجي عندهم صديقهم سميتو إرنيستو، كيسلم على كوين وكيتفق معاها يخرجوا بجوج. وكيبان واضح ان إرنيستو معجب بكوين وفيني غير كيشوف. في الليل فيني كيكون في دارهم كيتفرج في التلفازه، كيجي عنده باه بلايك باش يطمئن عليه. كيمشي ينعس ولكن فيني ما كيكونش مرتاح. كيخرج برا الدار وكيبدا يكمي. وهنا كنتاكدوا انه ولا مدمن من الوقت اللي تخطف فيه، وكيبدا يتخيل الخاطف قدامه بداك القناع المرعب، ودائما كيتخيلو هكا من نهار قتلو. وعلى هذا الشيء ولا مدمن. وفي نفس اللحظه كتجي كوين وكاع هادوك الخيالات كيختفيو. اما كوين كتمشي تنعس، كتدخل في عالم الاحلام وكتلقى راسها في نفس المنتجع الجليدي اللي شفنا هوب كتهضر منه في التليفون. المهم كوين كتشوف طفل كيتقتل وكيترمى في الماء، ومن بعد طفل هو جثه كيطلع وكيكتب في الثلج حرف الدبليو. من بعد كيرجع ينزل. كتفيق كوين من النعاس مخلوعه. من بعد نفهموا شكون هاد الطفل وعلاش كوين كتشوفه. المهم ملي كتفيق من النعاس كتكون مازال ما فاقت وكتمشي في نعاسها، وكتكون غدا خارجه برا الدار. ولكن من حسن حظها فيني كيشوفها وكيوقفها ويرجعها تنعس. هنا كنعرفوا ان كوين ملي كتشوف شي حلم بحال هكا كتمشي وهي ناعسه. في النهار الثاني كتمشي كوين للمدرسه وكيجي عندها إرنيستو كيجلس معاها. كيبقاو يهضروا بجوج وكنفهموا من هضرتهم ان خو إرنيستو تقتل على ايد الخاطف، وكوين هي اللي كانت عرفات بلاصتو بسبب حلم حلمات وكيف ما كتحلم ديما. من بعد كنشوفوا فيني وهو غادي وكيدوز من حدا التالي بوتيك وكيشوف تليفون كيصوني رغم ان التالي بوتيك ما خدامش في هذا الوقت. وهنا كيعرف فيني ان هاد المكالمه هي روح طفل من الاطفال اللي كان الخاطف كيقتلهم. وكيجاوب فيني وكيقول لهاد الروح انه ما يقدرش يعاونها، كيقطع الخط وكيمشي. وفي نفس النهار كتنعس كوين وكتشوف الطفل في نفس المنتجع الجليدي. الطفل كيوقع عليه نفس اللي وقع الطفل الاول، والجثه كترمى في الماء. وكيطلع وكيكتب في الثلج حرف البي حدا حرف الدبليو اللي كتبو الطفل الاول. وكتفيق من النعاس خايفه وكتمشي وهي ناعسه. هاد المره كتمشي للقبو ديال الخاطف وكتلقى التليفون الغامض الكحل كيصوني. وكتجاوب وكتلقى اللي كيهضر معاه هي امها هوب. وهوب كتقول لها انها في سنه 1957 كتقول لها انها حلمات بالنمره ديال هاد التليفون وصونات ليها، وانها خاصها تمشي لنفس المنتجع اللي كانت فيه امها من شحال هذا باش تفهم احلام الاطفال اللي كتشوفها. كتوافق كوين فعلا. وفجاه كيجي ليها فيني اللي كان تابعها وكيقول لها انه كالعاده مشيتي وانتي ناعسه. كتعتذر ليه وكيمشيو من تما. وثاني نهار كتجي كوين وكتقول لفيني كاع الاحلام اللي حلماتهم وكاع داكشي اللي وقع، وكتقول ليه انها خاصها تمشي للمنتجع الجليدي باش تفهم حقيقه الاطفال اللي كيتقتلوا ويتلاحوا جثثهم في الماء. وكتطلب من فيني يمشي معاها وكيقول لها هادشي حماق وما غيمشيش معاها لحتى بلاصه. كتقلق كوين. ثاني نهار كتقرر كوين تمشي للمنتجع الجليدي ولكن مع إرنيستو. وفي اخر لحظه كيقرر فيني يمشي معاها وكيودع باه بلايك وكيمشي مع كوين وإرنيستو. وهما في طريقهم للمنتجع الجليدي كيلقاو عاصفه ثلجيه قويه وكتجي بنت من الموظفين اللي خدامين في المنتجع سميتها موستانج.
وكتعاونهم يوصلوا المنتجع بأمان. وملي كيوصلوا كيجي قائد المنتجع اللي سميتو ماندو وكيقول لهم أن عاصفة قوية ضربت هاد البلاصة. داكشي علاش كاع الأطفال اللي كانوا جايين يشاركوا في المنتجع ما غيقدروش يجيو. وهكا كنعرفوا أن اللي غيكونوا في المنتجع هما إرنستو، غوين، فيني، ومعاهم ماندو وموستانج وواحد المرأة سميتها بارب وراجل سميتو كينج. وهادو هما الناس اللي خدامين في المنتجع. وهذا الشيء كيعني أنهم تحبسوا هنا بوحدهم وما كاينش أمل يرجعوا لمدينتهم في الوقت الحالي إلا ملي العاصفة تهدى. وكلهم كيتصدموا عادي ما كيعلقوش على الموضوع حيت مازال ما عرفوش فين حصلوا وكيدخلوا ينعسوا. وملي كتنعس غوين كالعاده كتحلم بطفل جديد كان في المنتجع وشي واحد قتلو ولاح الجثه ديالو في الماء. من بعد الجثه ديالو كتكتب في الثلج حدا حرف دبليو والبي كيكتب حرف الاش. من بعد كتفيق غوين من النعاس مخلوعه. والمشكله انها ملي كتفيق كتخيل ثلاثه الاطفال اللي حلمات بهم جايين ليها وشخص غامض كيجي ويقتلهم قدامها. كتبقى تغوت من الخوف. وفي نفس الوقت فيني كان واقف قدام التليبوتيك، نفس التليبوتيك اللي فيها تليفون سحري واللي شفنا هوب كتهضر منها مع بنتها في المستقبل في اول الفيلم. المهم ان التليفون كيصوني واخا التليفون خارج العمل مي كيصوني. وهنا كيعرف فيني ان هاد المكالمه ليه وكيجاوب. وهنا الصدمه كيلقى الخاطف هو اللي كيهضر معاه كيقول ليه انه هو اللي جابو لهنا باش يدمروا هو واختو حيت قتلوا. كيقول ليه ان الرعب الحقيقي هو الجليد ماشي الناس. وملي كيسالي الخاطف هضرته كيبانوا ثلاثه الاطفال وكيبقاو يضربوا على الزاج ديال التليبوتيك. كيخاف فيني وكيهرب وكيمشي عند غوين اللي كانت كتغوت وكتبكي كيهديها وكيسالي الموضوع هنا. في النهار الثاني كيهبطوا فيني وغوين وإرنستو للكافيتيريا اللي في المنتجع باش يفطروا ويشربوا شي حاجه. وكيجلس معاهم ماندو كيسولهم علاش جاو للمنتجع. كيقولوا ليه ان امهم هوب كانت طالبه في المنتجع هنا وهما جاو حيت هي كانت هنا. وكيقول لهم ماندو انه كان كيعرف هوب مزيان ومفكرها وانه فرحان حيت شافهم هنا ورحب بهم وكيطلب منهم يهضروا مع عائلاتهم في مدينه دينفر باش يطمئنوا عليهم وانهم غيمشيو ملي تسالي العاصفه. وكيسولوا فيني واش التليبوتيك اللي في المنتجع خدام ولا لا. كيقول له ماندو انه خاسر من 10 سنين. وهنا كيتاكد فيني ان اللي هضر معاه البارح كان الخاطف فعلا. وكيخرج من الكافيتيريا وكيمشي باش يدير مكالمه. وهاد المره كيهضروا معاه الاطفال اللي سبق وشافتهم غوين كيتقتلوا. وكيسولهم شكون قتلكم واش الخاطف ولا شكون. ولكن هما ما كيكونوش عارفين وكيسالي معاهم المكالمه لانهم ما غيفيدوه بوالو. المهم انه في نفس النهار بالليل كيمشي فيني للتليبوتيك عاوتاني. وهاد المره كتجيه مكالمه من الخاطف كيقول ليه انه ما غيقتلوش هو ولكن غيقتل اختو غوين باش يحرق ليه قلبو عليها كيف ما الخاطف اضطر يقتل خوه بسبب فيني كيف ما شفنا في الجزء الاول. المهم انه في نفس الوقت كنشوفو غوين وهي كتمشي ناعسه وكتبدا تشوف الاطفال اللي كتشوفهم ديما وكتكون مخلوعه بزاف. وكيبان ليها الخاطف اللي حتى واحد ما كيقدر يشوفه من غيرها. كيبقى الخاطف يضرب فيها كيجر فيها وكيضربها مع الحيط. المهم كيبهدلها فعلا. وكيكونوا اللي في المنتجع كاملين شايفين غوين وهي كتضرب ما كيكونوش عارفين شكون كيدير فيها هادشي بالضبط. كلهم كيخافوا وكيبقاو مرعوبين من داكشي اللي شافوه. بعد شويه كلشي كيسالي وكيتجمعوا كاملين اللي في المنتجع كلهم وكيبداو يهضروا باش يفهموا شنو واقع بالضبط. كيقول لهم فيني انه كان مخطوف من طرف الخاطف ولكن قدر يقتلو ويهرب منه. وكيقولوا ليه غوين وفيني ان الخاطف جابهم لهنا واستدرجهم باش يقتلهم. كيستغل ارواح اطفال هو قتلهم هنا في المنتجع باش يقدر يخلعهم. وفي هذا الوقت كيفكر ماندو وكيسولهم واش معنى هضرتهم ان الخاطف كان عضو في المنتجع هنا. كيقولوا ليه انه غالبا كان عضو هنا وقتل ثلاثه الاطفال وهرب لمدينه دينفر وكمل جرائمه. كيقول لهم ماندو انه فعلا كانوا ثلاثه الاطفال واختفوا من المنتجع من سنين هادي وما عرفوش شنو وقع ليهم. مي دابا ماندو عرف انهم ماتوا على ايد الخاطف اللي كان معاهم في المنتجع. وكيجيب لهم صور الاطفال ديال المنتجع. كيسول فيني واش شي واحد فيهم هو الخاطف. كيشوف فيني الصور وكيلقى الخاطف كان بيناتهم فعلا. كينعت ليه على الخاطف. وهنا ماندو كيقول لهم انه كان عايش بيناتهم هنا في المنتجع تحت اسم وايد بيل هيكوك. هنا كتفكر غوين حروف اللي كانوا الاطفال كيكتبوها على الثلج في احلامها وهي حروف دبليو والبي والاتش واللي هما اول حرف من كل اسم من اسماء الخاطف الثلاثه وايلد بيل هيكوك. هادشي كيعني ان الاطفال كانوا كيقولوا لغوين ان اللي قتلهم هو وايلد
تشايلد بيل هيكوك، وأنهم خاصهم يلقاو الجثث ديالهم ويدفنوهم دفنة تليق بيهم باش روحهم ترتاح. وملي كيعرف ماندو كيتأثر بزاف، وكيقول لغوين وفيني وإرنستو أن كاع الناس اللي في المنتجع غيعاونوهم باش يلقاو الجثث ديال الأطفال ويدفنوهم بشكل يليق بهم، ومن بعد يتحدوا ويتخلصوا من روح الخاطف للأبد. وتاني نهار كيخرج فيني وإرنستو معاهم ماندو وغوين باش يقلبوا على جثث الأطفال في الثلج، ولكن ما كيلقاو والو، كيمشيو ينعسوا. وملي كتنعس غوين كتحلم بالخاطف عاوتاني، كيقول لها أنه غادي يوريها شي حاجة خاصها تعرفها. كيوريها حلم كتشوف فيه غوين أمها هوب، وهي كتحلم بأول طفل خطفوا الخاطف في مدينة دينفر. وهوب كتقدر تعرف الخاطف بسبب الأحلام ديالها وكتمشي تواجهه. وديك الساعة الخاطف كيخطفها وكيقتلها في المخزن اللي في دارها، وكيبان الموضوع أنه مجرد حالة انتحار. وهذا الشيء علاش فيني وغوين وباهم بلايك كانوا كيظنوا أنها انتحرت، ولكن في الحقيقة هي تقتلت على ايد الخاطف حيت كانت غتبلغ عليه للبوليس. وملي كتشوف غوين هذا الشيء كامل كيبان ليها الخاطف وكتبدا معركة بيناتهم، وهذا الشيء في خيالها حيت الخاطف ما كاينش حداها وحتى واحد ما كيقدر يشوفه من غيرها، ولكن هي كتنزف في الواقع من الضربة ديالو وكتقدر تحاربه حتى كتغلب عليه. واخيرا كتفيق وكترجع للواقع. وملي كترجع للواقع كتلقى هي وفيني ان باهم بلايك جا لعندهم باش يديهم، ولكن غوين كترفض تمشي. كتقول لفيني وبلايك ان الخاطف هو اللي قتل هوب حيت كانت غتبلغ عليه، وهذا الشيء علاش خاصها تبقى هنا حتى تخرج جثث الاطفال وتدفنهم وتسالي مع الخاطف للابد. وكلهم كيتاثروا بكلامها وكيقرروا يبقاو معاها عادي. كيمشيو كاملين عند الثلج باش يقلبوا على جثث الاطفال، وفعلا كيلقاو الجثث في برامل وكينزلوا باش يجيبوهم. وهنا كيبان الخاطف وكيبدا يضرب فيهم كلهم، طبعا حتى واحد ما كيشوفه من غير هذيك اللي في بالك وين. كتبقى تقاتل مع الخاطف وكيجي فيني وبلا ما يشوف الخاطف كيبقى يضرب فيه، وكيبقاو بجوج كيضربوه وكيضربوا غوين في راسو وكتقتلو للابد. تهنينا منه تالينا الحمد لله. من بعد هي وفيني كيلوحوه في الماء باش تبقى روحو تما وما تعاودش تخرج وتأذي شي واحد، وكيخرجوا جثث الاطفال باش يدفنوهم وكل حاجه كترجع لبلاصتها. وهكذا كتكون فيني وغوين تهناو من القاتل للابد وكيقرروا يمشيو. ولكن قبل ما يمشيو كتجي مكالمه من تيليبوتيك اللي فيه تليفون سحري وكتجاوب غوين، وهاد المكالمه كتكون من روح هوب امها وكتبقى تشكرها على داكشي اللي دارت وكتقول لها انها كتبغيها بزاف. وهذا الشيء كيأثر في غوين وكتبقى تبكي وكتقطع المكالمه وكتكون فرحانه انها سمعت صوت امها للمره الاخيره. وحتى لهنا كتوصل القصه للنهايه وكابوس التليفون الاسود كيسالي. وما تنساش دير لايك واشتراك في القناه باش ما تفوت حتى فيديو جديد. ويلا باي.